في كرات عشوائيه في الملعب كتير، تحس ان الفرقه بتلعب على الصدف. زياد، عايز اقول لك حاجه وسؤال دايما بيجي دايما على دماغ انا كاحمد ياسر. يعني التعليق في مصر يعني اصعب ولا في الدوري الانجليزي؟ مصر ما فيهاش كلام. ليه؟ ما فيهاش كلام. ليه؟ الكرة عندنا كابتني بطيئة. الكرة في مصر كرة بطيئة، ونادرا لما تشوف جملة. لو هنتكلم بقى على الدوري فعلا بصراحة في تكتيكيا كل حاجة يعني. تكتيكيا بقى وكل حاجة، الكرة عندنا يعني قليلة جدا عن بره صراحة. يعني خلينا نتكلم بصراحة، بعيد احنا. بعيدة، نقدر نقول انها بعيدة. انا لما بعلق انا نظرتي برضو للتعليق، انا مش بس ان شخص بيتكلم، لا انا ببقى شايف اللي بيحصل في الملعب. هل في جمل بتحصل ما اعرفش ايه، بس انا من خبرة اهو مثلا حوالي سنتين مع اون سبورت، وعلقت في الدوري اهو لمدة سنتين، بشوف ان الجمل اللي بتحصل في الملعب نادرة. يعني بتشوف جملة ال1 2 ما بنشوفوش. ال1 2 اللي هو اي بي سي كورة، لو اه، عايز تعدي من واحد في النص ما بيننا اعمل احنا دبل الاثنين، باس وعد. الدبل باص. يعني الا من رحم ربي بقى، اللي هو لو فرق بقى تقيله بقى، اهلي والزمالك بيراميدز ما اعرفش ايه، كان بتكلم على باقي الفرق، في جمل بنشوفها حلوه جدا برضو منهم، بس قليله. الكوره يعني ضعيفه، تحسها وليده اللحظه كده، اللي هو جت معايا صدفه ما اعرفش ايه. فالتعليق في مصر لا يعني اصعب بكتير من البريمير ليج واي دوري بره اوروبي. الكره الاوروبيه سريعه، رتمها سريع جدا، تلاقي الهجمه فبتاخدك هنا هجمه هنا، بتاخدك في الماتش. صوت المعلق بيعلى. الناس كتير قوي بتلومنا، انتوا ليه احنا بننام واحنا بنتفرج على الماتش. طب والله يا زياد، انا عايز اقول لك يعني انا انا واحد قال لي انت أ- بتنام، انا انا اوقات ببقى قاعد بتفرج على الماتش مع اه مراتي بتقول لي انا هنام. انا ليه؟ انا الناس بتقول لي على في الكومنتات، بيقولوا لي انت هتنيمنا، فبتبقى اه انا انت ايه، اه انت بتحسسني ان انا عايز انام لما بتفرج عليك. قلت له طب طب كويس عشان تنام بدري. والله. طب ليه فاهم. ليه يا زياد الايحاء ده بيجي للناس؟ ما انا زي ما هي السؤال شرح نفسه. انت زي ما قلت لي دلوقتي، الدوري المصري اصعب ولا بره الدوريات الاوروبيه؟ انا بشوف الدوري المصري اصعب. ريتم الماتش زي ما قلت لك بطيء. فبينيمك انت صوت كمعلق. مش هقول لك بينيمني، بس صوتي مفيش حدث حاصل في الملعب اقدر اعلق عليه بالشكل اللي انت بتشوفه بقى بره. عشان مثلا في تقلب الدوريات التون اعلى شويه او بالتون تنزل بتاع وتطلع. ماتش عندك يعني في ماتشات بنشوفها في الدوري بتبقى كده بالشكل ده، وماتشات في افريقيا وكتير شفناها، تلاقي الماتش رايح جاي رايح جاي. ماتش الاهلي وبيراميدز الاخير، الفرقتين تك تك تك، انا صوتي مع الجمهور بتاع صوتي عمال يعلى ما اعرفش ايه، انا صوتي كان بيروح في الماتش، دخلت في بيروح الاجواء. دخلت في الاجواء. الماتش هيدخلك غصب عنك في الجو، لان انت الكوره رايحه جايه، فما فيهاش. ده اللي بيحصل بره في اوروبا. في مصر انك تبني جمله صعبه، صعبه. عندنا كمان المدافعين، عندنا في مدافعين في فرق كتيره شفتها كارثه، تشتيت بس مفيش كره على الارض. في مدافعين كتير كويسين، بس في كرات عشوائيه كتير قوي بتتلعب، في كرات عشوائيه في الملعب كتير، تحس ان الفرقه بتلعب على الصدف. فاهم الهجمه، صدفه. الصدفه، مستنين الهجمه تيجي بالصدفه. لا يا جماعه، الهجمه مدروسه، المفروض يبقى في جمله بتتعمل ما اعرفش ايه، 1 2 دبل باس اوفرات بتاع نلعب منه. لكن تحس في فرق كتير بتلعب صدف. فاهم الهجمه الجون بتاعهم بيجي صدفه، كورنر، كره ثابته، مش بنشوف حاجات كتير مفيش كده. احداث في المباراه. فاهم مفيش احداث كتير، فالدوري المصري بتاعنا صعب. لازم الناس تبقى فاهمه على ده. المعلقين. على المعلقين لازم الناس تبقى فاهمه ده. ماتش الاهلي وبيراميدز اللي علقت عليه، الدنيا رايحه جايه بتقتل في بعض. شفت انا السنه اللي فاتت علقت الحرس الحدود وبتروجيت والبنك الاهلي تقريبا، كان ماتش خلص 2-2. ده كان ماتش جميل جدا، في احداث. في احداث، في دنيا رايحه جايه، ده حلو. فاهم. لكن الماتشات بقى اللي بتخلص 0-0 1-0 بتبقى الدنيا